بيبدأ الفيلم بكلي وهو بيصحى من النوم وبيلاقي مراته أماندا بتجهز شنطتها، وبتفاجئه أماندا وبتقوله إن هي أجرت بيت ليهم على الشاطئ علشان يقضوا فيه أجازة الصيف. وبعدها بيركبوا عربيتهم وبيكون معاهم ابنهم أرت وبنتهم الصغيرة روزي، واللي بتكون بتتفرج على المسلسل اللي هي متابعة كل حلقاته. لكن فجأة الإنترنت بيفصل وبتتضايق روزي جدا لأن هي كان نفسها تشوف الحلقة الأخيرة من المسلسل. وبعدها بيوصلوا للبيت وبيكونوا منبهرين جدا بيه لأنه فخم وكمان في حمام سباحة كبير. وبعدها أماندا بتروح تشتري حاجات من السوبر ماركت، وهناك بتستغرب لما بتشوف واحد بيشتري أكل وشرب بكميات كبيرة وبيحطها في العربية، لكنها ما بتشغلش بالها بيه قوي وبتاخد الحاجة اللي هي اشترتها وبترجع البيت على طول. وبعدها بيروحوا كلهم على الشاطئ وبتلاحظ روزي إن في سفينة كبيرة في البحر، وبتفضل روزي متابعة السفينة دي وبتلاحظ إن السفينة دي بتقرب عليهم، وبتفضل متابعة السفينة لحد ما بتكون على مسافة قريبة من الشاطئ. فبتقول روزي لأمها إن السفينة دي بتقرب منهم بسرعة، فبتبص أماندا على السفينة وبتتفاجئ إن السفينة بتقرب فعلا. فبتصحي كلي وآرت من النوم علشان يهربوا كلهم من المكان بسرعة. وبعدها بيتم إخلاء كل اللي موجودين على الشاطئ، وبيعرف كلي من فرد الأمن إن في سفن كتير تاهت في البحر واقتحمت عدد كبير جدا من الشواطئ، وده بسبب عطل مفاجئ في أجهزة الملاحة للسفن. وبعدها بترجع عيلة كلي على البيت اللي هم مأجرينه، وبيتفاجئوا إن شبكة الإنترنت لسه عطلانة والتلفزيون ما فيهوش أي إشارة، وبيكونوا مستعجبين جدا من اللي بيحصل وبيظنوا إن ده عطل مفاجئ وهيتصلح بعد شوية. وبعدها بيقضوا اليوم في البيت وبيستمتعوا بوقتهم سوا. وبيجي الليل وبيكون كلي وأماندا قاعدين سوا وبيتكلموا، وأثناء ما هما بيتكلموا الباب بيخبط. فبيقوم كلي يفتح الباب وبيلاقي شخص اسمه سكوت ومعاه بنته اللي اسمها روس، وبيعتذر لهم سكوت ان هو بيخبط عليهم في الوقت المتأخر ده، وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم ان هو صاحب البيت اللي هم قاعدين فيه. وبيقول سكوت لأماندا ان هو اللي كان بيتواصل معاها عن طريق الايميل اثناء ما كانوا بيتفقوا على اجراءات تأجير البيت، وبيعرفها ان كل وسائل الاتصالات عطلانة وعلشان كده هو معرفش يتصل بيها. وبيظهر ان أماندا مش مرتاحة ومش مصدقة كلامه، لكن كلي بيسمح لهم يدخلوا البيت لان الجو بيكون برد جدا. وبيقول لهم سكوت ان هو وبنته كانوا في طريقهم للمدينة بعد ما حضروا حفلة، لكن فجأة الكهرباء اتقطعت في المدينة كلها وكل اشارات المرور اتعطلت، واضطروا انهم يقفوا كتير جدا في الطريق. وفي الوقت ده جات لهم فكرة ان هم يباتوا معاهم الليلة في البيت. فبتستغرب أماندا من كلامه وبتقول له إن هم حاليا في أجازة وعايزين ياخدوا راحتهم في البيت، وبتفكروا إن في بينهم عقد إيجار وإن هو لازم يحترم بنوده. فبيطلب منها سكوت إن هي تقدر الموقف اللي هم فيه، وبيعرض عليها إن هو يرجع لها فلوسها اللي هي دفعتها. فبتفتكر هنا أماندا إن سكوت عايز يطردهم بره البيت، لكنه بيفهمها إن هو مش عايز يعمل كده وإن هو بس هينام هو وبنته في القبو لحد تاني يوم، وده في مقابل إن هو هيرجع لها نص المبلغ اللي هي دفعته. وبيفتح سكوت دولاب صغير وبيطلع منه ظرف وبيكون فيه 1000 دولار وبيديه لكلاي، فبياخد منه كلاي الفلوس وبيوافق إن هم يباتوا معاهم في البيت. فبتتضايق أماندا من اللي حصل وبتسيبهم وبتطلع على أوضتها. فبيطلع وراها كلي وبيكتشف إن هي شاكة في سكوت إن هو ما يكونش صاحب البيت أصلا. فبيفهمها كلي إن سكوت باين عليه إن هو إنسان كويس ومش مجرم، وبيقول لها إن هم هينزلوا ويتكلموا معاه ويعرفوا عنه معلومات أكتر علشان يطمنوا من ناحيته. فبتقتنع أماندا بكلامه وبيقعدوا مع سكوت وبتسأله عن عنوان بيته في المدينة، وبتسأله كمان عن مراته. فبيقول لها سكوت على عنوان بيته وبيعرفها إن مراته حاليا في رحلة عمل في المغرب لأن هي بتشتغل تاجرة تحف فنية. وأثناء ما هما بيتكلموا روز بتشغل التلفزيون وبيتفاجئوا كلهم إن في حالة طوارئ في البلد وإن في رسالة مجهولة لكل المواطنين بإن جميع محطات الإذاعة والتلفزيون هتتوقف بسبب حالة الطوارئ دي. فبتتأكد هنا أماندا إن في حاجة مش طبيعية بتحصل وبتوافق إن سكوت وبنته يباتوا معاهم. وتاني يوم بتصحى أماندا من النوم وبتلاقي رسائل كتير على تليفونها وبيكون مكتوب فيها إن في مجموعة من الهاكرز اخترقوا أنظمة الحماية بتاعت شركات الكهرباء كلها وإن هم اللي تسببوا في قطع الكهرباء عن البلد كلها. فبتصحي جوزها كلي من النوم علشان توريله الرسائل، لكنه بمجرد ما بيمسك التليفون بيلاقي إن الرسائل كلها اختفت. فبيستغربوا من اللي بيحصل وبيقرر كلي إن هو يروح للمدينة ويشتري الجريدة علشان يعرف إيه اللي بيحصل في البلد أو يقابل أي حد من أهل المدينة ويكون عنده معلومات تفيدهم. وفي الوقت ده بتكون روزي في الجنينة وقاعدة متضايقة جدا لأن التلفزيون عطلان، وفجأة بتشوف قدامها عدد كبير جدا من الغزلان واقفين عند آخر الجنينة. وفي البيت أماندا بتحكي لسكوت على الرسائل اللي جت على تليفونها واختفت واللي بتقول إن اللي ورا كل اللي بيحصل ده مجموعة من الهاكرز، وبيطمنها سكوت إن هيتم القبض على المخترقين زي ما حصل قبل كده.
كده. هو بيحكي لها إن في سنة 2000 انتشر فيروس إلكتروني على التليفونات وأجهزة الكمبيوتر، وكان اسمه فيروس الحب، وكان عبارة عن رسائل بتتبعت للناس مكتوب فيها كلمة بحبك، وبمجرد ما أي شخص بيضغط على الرسالة بيتم اختراق كل بياناته. وإن وقتها الفيروس ده اتسبب في وفاة أعمال كتيرة جدا، وكانت نتيجتها خسارة كتير من المليارات. وفي الآخر الحكومة اكتشفت إن المخترقين يبقوا 2 مراهقين وتم القبض عليهم. وبعدها سكوت بيسأل أماندا عن كلاي، فبتقول له إن هو راح للمدينة علشان يعرف إيه اللي بيحصل، فبيقول لها إن هو كمان هيروح يسأل جيرانه ويمكن يكونوا عارفين حاجة. وفي نفس الوقت ده بيكون كلاي في طريقه للمدينة، لكنه بيتوه في السكة وبيحاول يشغل الراديو أو جهاز الجي بي إس علشان يعرف طريق المدينة، لكن مفيش حاجة منهم بتشتغل. وبيضطر كلاي إن هو ينزل من عربيته على أمل إن هو يلاقي شبكة في تليفونه. وفي اللحظة دي بيشتغل الراديو وبيتم إذاعة خبر إن الاختراق اللي بيحصل اتسبب في كارثة، والكارثة دي أثرت على سلوك الحيوانات والطيور. وبعدها الراديو بيتعطل تاني وما بيسمعش كلاي الخبر اللي كان بيتذاع على الراديو، وبيركب عربيته وبيكمل في طريقه. وفجأة بيقابل واحدة ست بتطلب المساعدة، لكنه مش بيفهم منها حاجة لأن هي بتتكلم باللغة الأسبانية. وبيظهر إن الست دي خايفة من حاجة معينة وعايزة تركب معاه العربية، لكن كلاي بيخاف منها وبيرفض يركبها وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بيتفاجئ بطيارة جاية ناحيته وبترمي أوراق حمراء كتيرة، فبيخاف كلاي وما بيكونش فاهم إيه اللي بيحصل، فبيلف بالعربية وبيحاول يهرب من الطيارة بأقصى سرعة. وفي الوقت ده بيوصل سكوت عند بيت جيرانه، لكنه بيلاقي فوضى كبيرة في المكان وشباك البيت متكسر، والبيت بيكون فاضي ومفيهوش أي حد. فبيدور في البيت على أي حاجة ممكن تساعده، فبيلاقي التليفون بيشتغل عن طريق الأقمار الصناعية، فبيحاول إن هو يشغله لكن التليفون برضه ما بيجمعش أي إشارة. وبعدها بيروح سكوت ناحية الشاطئ وبيشوف ساعة واقعة على الأرض، فبيوطي علشان ياخدها، لكنه بيترعب لما بيلاقي دراع شخص بتطلع معاه من تحت الرمل. وبيتصدم سكوت لما بيشوف قدامه حطام طيارة على الشاطئ وبيكون في جثث كتير في المكان. وفجأة بيشوف طيارة تانية جاية ناحيته وبتكون على وشك السقوط على الأرض، فبيجري بكل سرعته وبيستخبى في بيت جيرانه علشان يحمي نفسه. وفي البيت روزي بتحكي لأخوها أرت عن الغزلان اللي هي شافتها، فبيروح معاها أرت على الغابة علشان يشوف الغزلان اللي هي بتحكي عنها دي. وخلال ما هم في الطريق أرت بتقرصه حشرة غريبة، لكنه بيموتها وبيكمل في طريقه. وبيفضلوا يدوروا على الغزلان كتير لكنهم مش بيلاقوهم، فبيقرروا إنهم يرجعوا تاني على البيت. وفي الوقت ده سكوت بيرجع للبيت هو كمان، وبتكون حالته سيئة جدا وكل هدومه مبلولة. وبتستغرب أماندا وروس من شكله وبيسألوه عن اللي حصل، فبيقول لهم إن هو وقع في بحيرة، وبيطلب من بنت روس إن هي تجيب له هدوم تانية علشان يلبسها بدل هدومه. فبتفهم أماندا إن سكوت عايز يتكلم في حاجة معينة ومش عايز بنته تسمع، فبتسأله إذا كان قابل جيرانه، فبيحكي لها سكوت على كل اللي شافه، وبيقول لها إن هو كان متوقع إن حاجة زي كده هتحصل، وده لأن مجال عمله كمستثمر كبير في سوق الأوراق المالية بيخليه على علم بالتغيرات اللي بتحصل في العالم، وإن ده بيتم من خلال مراقبة حاجة اسمها المنحنى. وبيفهمها إن المنحنى ده عبارة عن مؤشر لحالة الأسواق العالمية، وإن أي ارتفاع أو انخفاض بيحصل للمنحنى ده معناه إن في حاجة كبيرة بتحصل في العالم. ولكن بيقول لها سكوت إن هو ما كانش متخيل إن هي هتكون بالطريقة دي. وبيشرح سكوت لأماندا إن هو حاول يستخدم تليفون القمر الصناعي بتاع جيرانه، والتليفون ده مصنوع مخصوص علشان يتلقى الإشارة في أي مكان في العالم مهما كانت الظروف، ولكن برضه التليفون ما جابش أي إشارة. فده معناه إن الهاكرز اخترقوا الأقمار الصناعية اللي موجودة في الفضاء كمان وقدروا إنهم يسيطروا عليها. فبتنصدم أماندا من اللي هي بتسمعه ده وما بتكونش قادرة تستوعبه أصلا. وفي نفس الوقت ده بتكون روس واقفة وبتسمع كل الكلام اللي أبوها بيقوله، وفجأة بيسمعوا صوت صفارة قوي جدا، فبتخرج أماندا من البيت بسرعة علشان تدور على أرت وروزي وتطمن عليهم. وأثناء ما هي بتدور عليهم صوت الصفارة بيختفي، وبعدها بتلاقي أولادها قدامها وبيعرفوها إن هم سمعوا نفس الصوت، فبتاخدهم وبترجع بيهم على البيت بسرعة. وهناك بيكونوا كلهم مستغربين من اللي بيحصل ومش لاقيين أي تفسير ليه. وأثناء ما هم بيتكلموا بتفتكر أماندا الشخص اللي شافته قدام السوبر ماركت، وبتقول إن هو كان بيشتري أكل وشرب بكميات كبيرة لأن هو أكيد كان عارف اللي بيحصل. ومن خلال وصفها لشكله سكوت بيقول لها إن الشخص ده يبقى صاحبه داني، وداني ده شغال مقاول وهو اللي جدد لهم البيت. وفي اللحظة دي بيدخل كلي البيت وبيظهر إن هو خايف ومرعوب، وبيحكي لهم على اللي حصل معاه وبيديهم ورقة
ورقة من الورق اللي كانت بترميه الطيارة، وبيكون الورقة مكتوب عليها باللغة العربية الموت لأمريكا، لكنهم مش بيكونوا فاهمين معنى الكلام اللي مكتوب. هو بيخرج آرت من أوضته وبيقول لهم إن الورقة دي مكتوب عليها الموت لأمريكا، وإن هو عارف الجملة دي من لعبة كان هو بيلعبها على الإنترنت، لكن هو مش عارف معنى باقي الكلام اللي مكتوب. وبتكون الورقة دي عبارة عن رسالة تحذير للشعب الأمريكي كله من الأشخاص اللي سيطروا على أمريكا بالكامل، وبيقولوا إن هم بيمتلكوا متفجرات شديدة الخطورة، وإن هم جاهزين لاستخدام المتفجرات دي على أرضهم في أي وقت، وبيطلبوا منهم الاستسلام وعدم المقاومة واللي هيتم القضاء عليهم في لحظات. وساعتها أماندا وكلي بيخافوا جدا وبيقرروا إنهم يمشوا، فبيحاول سكوت إن هو يمنعهم وبيحاول يفهمهم إن ممكن يكون في خطورة على حياتهم، لكنهم بيصمموا على رأيهم وبيسيبوه وبيمشوا. وبعدها بتكون روس قلقانة جدا على أمها، خصوصا وإن هي المفروض تكون راجعة من رحلتها في نفس اليوم ده، فبيطمنها أبوها وبيقول لها إن أمها هتكون بخير. وعلى الطريق بتتفاجئ عائلة كلي بعدد كبير جدا من العربيات قدامهم، فبتنزل أماندا من العربية علشان تشوف إيه اللي بيحصل، وبيكونوا قافلين الطريق، وبتنصدم لما بتلاقي العربيات كلها متدمرة، وبتكتشف إن العربيات دي تبقى عربيات تسلا الكهربائية، وإن هي جديدة ولسه خارجة من المصنع، وبيكون مكتوب على العربيات دي إن فيها ميزة القيادة الذاتية. فبتفهم هنا أماندا إن المخترقين سيطروا على نظام التشغيل بتاعها وإن هم بيتحكموا فيها. وبتشوف أماندا عربية جاية عليهم من بعيد، وبيكون كلي واقف على جنب الطريق بيتابع اللي بيحصل، فبتجري أماندا ناحيته بسرعة وبتطلب منه يركب العربية، وبتركب هي كمان العربية وبتسوقها وبتتفادى العربية اللي جاية عليهم. وبعدها بتلف بالعربية وبترجع من نفس الطريق اللي هم كانوا جايين منه، وبيظهر قدامها عربيات كتير من عربيات تسلا واللي بيتحكم فيها الهاكرز، لكنها بتقدر تتفاداهم كلهم. وبيظهر ان الهاكرز بيعملوا كده مع كل شركات العربيات اللي في امريكا، وعاملين فوضى كبيرة جدا في كل الطرق. فبترجع عيلة كلي لبيت سكوت من تاني وبيحكوا له على اللي حصل، وبيكونوا كلهم محتارين ومش عارفين يعملوا ايه. فبيقترح عليهم سكوت ان هم كلهم يفضلوا في البيت لحد ما يقرروا هيعملوا ايه. وبالليل اماندا وسكوت بيقعدوا سوا وبيتكلموا مع بعض، وفي نفس الوقت بيقعد كلي مع روس في حمام السباحة، وبيتفاجئوا لما بيشوفوا مجموعة من طيور الفلامينجو بتقوم في حمام السباحة. وبعدها بيسمعوا صوت الصفارة تاني، وبيكون الصوت قوي جدا لدرجة ان هو بيكسر شبابيك البيت، وبتنزعج الطيور من الصوت ده وبتطير كلها في الجو. وتاني يوم أرت بيتفاجئ إن أسنانه بتقع لوحدها، فبيقول لهم أرت إن ده أكيد حصل له بسبب الحشرة اللي قرصته لما كان في الغابة. فبتترعب أماندا عليه وبتكون عاوزة توديه المستشفى علشان تكشف عليه، لكن سكوت بيقول لها إن كل الطرق الرئيسية مقفولة وهم مش هيقدروا للأسف يروحوا مستشفى. وبيقترح عليهم إن هو ياخد أرت ويروح بيه لداني، وده لأن داني أكيد هيكون عنده أدوية وإسعافات أولية. وفجأة بيدخل عليهم كلي وبيقول لهم إن روزي اختفت، وهو دور عليها في كل مكان في البيت ومش لاقيها. فبيقول لهم أرت إن هي ممكن تكون في الغابة بتدور على الغزلان اللي هي شافتهم قبل كده. فبتاخد أماندا روس وبيروحوا على الغابة علشان يدوروا على روزي، وفي نفس الوقت سكوت بياخد كلي وأرت وبيروحوا لداني، وهناك بيتفاجئوا إن داني بيخرج يقابلهم وهو ماسك بندقية في إيده. فبيقول له سكوت إن هم جايين يطلبوا المساعدة، وبيحكي له على اللي حصل لأرت. فبيقول لهم داني إن اللي حصل لأرت ده سببه هو الصوت العالي اللي بيشتغل من وقت للتاني، وإن الصوت اللي بيحصل ده عبارة عن موجات صوتية عالية واسمها موجات الميكروويف. وبيقول لهم إن ده حصل قبل كده في دولة كوبا، ووقتها الناس في كوبا أسنانها وقعت برضه. وبيقول لهم كمان إن اللي بيحصل لهم ده هو بداية الحرب، والدليل على كده إن روسيا سحبت كل الموظفين بتوعها اللي بيشتغلوا في أمريكا. فبيطلب منه كلي إن هو يديله دواء من اللي عنده علشان يعالج بيه ابنه أرت وينقذ حياته، لكن داني بيرفض وبيقول له إن الأدوية اللي عنده تخصه هو وأسرته بس، وده لأنهم في حالة طوارئ وإن واجبه هو حماية عيلته. وبيرفع عليهم السلاح وبيطلب منهم يمشوا فورا. فبيرفع على سكوت مسدسه وبيقول له إن هم مش هيمشوا غير لما ياخدوا الدواء. فبيخاف كلي من اللي بيحصل وبيقف قدام داني وبيترجى إن هو يساعدهم، وبيفهمه إن هو بيحاول يحمي عيلته زيه، وبيقول له إن هو هيديله كل الفلوس اللي معاه. فبيوافق داني وبياخد منه الفلوس وبيديله الدواء. وبعدها بيقول لهم إن أمريكا بتتعرض لهجوم كبير جدا، والأفضل ليهم إن هم يدوروا على مخبأ لحد ما الحرب دي تخلص. وبيفهمهم إن اللي بيحصل ده السبب فيه هم الكوريين والصينيين. وبيقول لهم إن هو عارف من صديق ليه إن في مناطق تانية كان بيترمي فيها أوراق مكتوب فيها باللغة الصينية والكورية. فبيوري له كلي الورقة اللي معاه واللي بتكون مكتوبة باللغة العربية. فبيقول له داني إن سياسة أمريكا خلتها تكسب عداءات كتير جدا من كل دول العالم الفترة اللي فاتت، وإن ده معناه إن كل أعداء أمريكا اتحدوا ضدها وقرروا إنهم يقضوا عليها نهائي. فبيقلع سكوت من كلام داني وبياخد كلي وأرت في عربيته علشان يرجعوا على البيت. وبيقول سكوت لكلي إن هو عارف
عرف من صديق ليه بيشتغل في وزارة الدفاع إن الوزارة عندها برنامج خطير، والبرنامج ده بيقدر يدمر أي حكومة للبلد في أي وقت، وإن البرنامج ده بيتكون من 3 مراحل. أول مرحلة بتكون هي العزل، وبيتم فيها قطع الاتصالات والإنترنت والكهرباء وتعطيل كل الطرق. والمرحلة التانية هي الفوضى، وبيتم فيها تخويف المواطنين ونشر معلومات غلط وتدمير القدرات الدفاعية للحكومة علشان يسيبوا البلد دي ضعيفة قدام أعدائها. ولو كل ده نجح فبالتالي المرحلة الثالثة هتحصل تلقائي، واللي هي الحرب الأهلية، وبكده هتكون أمريكا في أضعف حالتها قدام أي هجوم خارجي. وبيقول لهم اسكت إن هم لازم يدوروا على مخبأ فعلا علشان يقعدوا فيه زي داني ما قال لهم. وفي نفس الوقت ده بتكون أماندا مع روس وبيدوروا على روزي في الغابة، وأماندا بتشوف آثار العجلة بتاعت بنتها روزي فبتمشي وراها علشان تعرف مكان بنتها. لكن أماندا بتكتشف إن روس مش معاها، فبتبص عليها وبتلاقي عدد كبير جدا من الغزلان واقف قدامها، وبتكون روس مرعوبة وخايفة ومش عارفة تعمل إيه. فبترجع لها أماندا بسرعة وبتفضل تصرخ بصوت عالي وبتخوف الغزلان لحد ما بيهربوا. وبعدها بيكملوا في طريقهم وبيمشوا ورا آثار عجلة روزي لحد ما أماندا بتشوف بيت قدامها على مسافة بعيدة، وبتخمن إن روزي بنتها موجودة فيه. وفي الوقت ده بتكون روزي في البيت ده فعلا، وبيتضح إن البيت ده فيه مخبأ تحت الأرض وبيلجأ ليه المواطنين أثناء الحرب. والمخبأ ده بيكون مجهز بكل وسائل المعيشة وموجود فيه أكل وشرب بكميات كبيرة. وبتتفاجئ روزي إن شاشة التلفزيون بتشتغل وبيتكتب عليها إن البيت الأبيض بيتعرض للهجوم، وبيحذروا المواطنين من وجود نشاط إشعاعي مرتفع في مناطق سكنية كتيرة، وبيطلبوا منهم إن هم ينزلوا للمخابئ بسرعة. وبعدها روزي بتلاقي مكتبة كبيرة موجود فيها شريط فيديو للمسلسل اللي هي بتحبه، فبتشغله وبتختار الحلقة الأخيرة اللي هي لسه ما شافتهاش وبتتفرج عليها، وبيخلص الفيلم.